السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى هنعمل الملوخية الخضراء في البيت. انا هعمل الملوخية الخضراء النهارده، بس مش هعمل ملوخية خضراء، هعملها ناشفة. بصوا بس هعملها معاكم، هتطلع زي الخضراء بالظبط، وهيبقى ليها علق وهتنط كمان. اوريكم كمان الملوخية بصوا عاملة ازاي. دي انا اللي بنشفها، ما بشتريهاش من بره، لان طبعا بره انتوا عارفين بيبقى فيها شوائب كتير. فهوريكم بصوا لما بنعملها في البيت حلوة وسهلة وفي نفس الوقت بتبقى جميلة جدا. هنعملها بقى مع بعض. بحب دايما اعمل الملوخيه بشوربه فراخ، ممكن شوربه لحمه برضو، كل واحد على حسب ما بيحب. شوربه اللحمه لو حلوه برضو بتبقى طعمها جميل. النهارده هعملها بشوربه الفراخ. هنحط الملوخيه زي ما انتم شايفين كده. احنا بقى بنتحكم في القوام بتاعها. اول ما بنحطها على النار بنقلب الشوربه، وبعدين نشوف لو احتاجت تاني هنحط لها. يفضل ما تكونش لسه بدأت تغلي، يعني هي سخنه كده هتخش على الغليان. هحط الملوخيه وهديها تقليب. بصوا هوريكم لونها، بصوا لونها عامل ازاي. لونها زي الملوخيه الخضراء بالظبط. ليه؟ عشان احنا اللي عاملينها في البيت، مش معموله مش جايه من بره طبعا الشمس ومتعرضه للشمس. تبقى سهله كمان وبسيطه وبتفضل معانا طول السنه. هديها بقى تقليبه، وبرده مش هنهريها قوي، يعني مش هنخلي الملوخيه تقعد على النار تقعد تغلي كتير، علشان ما نضيعش الفوائد بتاعتها ولا نضيع لونها. بصوا بقى الغدا بتاعنا النهارده هيبقى غدا بسيط مصري ما فيهوش اي حاجه. انا عامله النهارده كوسه بصدور الفراخ زي ما انتم شايفين. انا عاملاها ناشفه شويه، بحبها تبقى زي المشويه، بسيطه وسهله جدا. ده غدا بسيط وما فيهوش اي حاجه. وجنبها طبعا بنعمل الرز ده هوريه لكم برده. بصوا الرز عامل ازاي، حلو جدا. الرز ده ما فيهوش لا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، معمول بالميه بس. بصوا خلاص هي كده. بصوا القوام بتاعها، القوام بتاعها حلو جدا. هرفعها بقى من على النار وهحط طاسه فيها معلقه من السمنه البلدي على رشه بسيطه خالص من الزيت. وهنحط لها بقى كمان توم. ببقى التوم فيها علشان هي بتحب الطشه بتاعتها بتبقى تومها كتير شويه. هحط لها بقى التوم كده، وهسيبه بس لمده يعني كام ثانيه كده. هنقلبه تقليبه. انتوا عارفين الملوخيه الخضراء بتبقى حلوه جدا طبعا، بس انا بقى لما بعملها بالطريقه دي بتطلع زي الملوخيه الخضراء بالظبط. انا طبعا مجهزه الكزبره. هقلب بقى الكزبره حلو مع الثوم. بس على فكره ما نحاولش نخلي الكزبره والثوم بتوعنا يعني يحمروا جامد عشان ما يعملوش مراره في الملوخيه. بصوا هي خلاص بدات لونها يتغير. هجيب بقى الملوخيه وهي لسه على النار، وهنرجعها تاني كده. وبعدين نروح عاملينها كده، نردها مره مرتين كده علشان تدينا المطه الحلوه. بصوا عامله ازاي. نزلكوا بقى الملوخيه دي مش زي الملوخيه الخضراء. وعلى طول بقى هنروح مقدمينها في طبق التقديم. شايفين بقى الملوخيه. هوريكم كمان قد ايه هي حلوه جدا. بصوا المطه بتاعت، بصوا العرق بتاعها. ملوخيه حلوه قوي اكنها خضره بالظبط. ان شاء الله تجربوها باذن الله. بسيطه جدا، بتبقى حلوه قوي وفي نفس الوقت ما بتعرضوهاش للشمس. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله، واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.